المبادئ نخلي مبادئ ولا نشيل المبادئ؟ المبادئ بالتأكيد نخليها بدون تفسير. المبادئ في الشريعة الإسلامية تتفق مع كل مبادئ الأديان السماوية. طيب يعني دي مسألة متفق عليها. العدل اللي الأستاذ شريف بيتكلم عنه، أتحدى واحد يقول لي في الكتاب ما هو العدل في توزيع الماء. طيب. ما هو العدل في توزيع العطية على الأولاد؟ يبقى العدل بتفسير مين يا دكتور؟ اسمح لي دكتور، العدل هو معنى واحد، ألا وهو اتخاذ قانون وانفاذه على الجميع. طب انا خلي بس الوقت في ناس شايفين ان الذكر مثل حظ الانثيين ده ظلم. لا، في ناس شايفين كده. ده عباده سيدي. انت لخبطت ما بين العباده. يبقى ده نموذج تطبيقي بيوضح. هنا بقى اللخبطه. ايه اللخبطه؟ لما تيجي تقول لي ما عادش الوقت يا دكتور. طب بس لحظه، انت عارف صلاه المغرب كان 3 ركعات عشان ما اظلمش. هل يصح تقول لي العدل تخلي المغرب 4 ركعات ركعتين ولا دي عباده؟ بس يبقى احنا نفس الامر. قربنا نتفق. ثواني، ادي الجمهور حق التمييز بين هذا وذاك. في امور العبادات سمعا وطاعه. يعني ايه امور العبادات سمعا وطاعه؟ يعني مش من حقك تقول ليه 7 طوافات، ما تخليهم 8، خليهم 10. العباده دي عباده. ذكر مثل حظ الانثيين. اما اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ابني بياكل رغيف وابن التاني بياكل رغيفين، اقول له يا ابني لازم تاكل رغيف زيه؟ ولا انا حققت هذا مراد وهذا مراد؟ لما هاجي هدي عطيه هدي لابني سياره والتاني هدي له شقه لازم وهكذا. نظام المواريث فضيله الدكتور عباده. المواريث عباده. حضرتك تقصد بالعباده ما فيه نص قطعي نص ثابت. المواريث عباده. طيب هل يعني ممكن اذا ممكن نصل الى مساله يا تحطوا المبادئ وتفسروها يا تشيلوها؟ طيب انا هقول شويه حاجات. اولا في فرق بين انا جاي الحوار وانا مؤمن بالحوار ايمان عميق، ومن اجل ذلك شاركت في لجنه ال50 عشان اوصل صوتي داخل لجنه ال50. لكن في فرق بين ان انا مؤمن بالحوار وبين الزامي بالتخلي عن قناعاتي، ودي النبره اللي بنلاقيها اليومين دول في وسائل الاعلام. حزب النور عايز تشارك معانا يبقى لازم تتخلى عن مرجعيتك الاسلاميه، لازم تتخلى عن كذا وعن كذا وعن كذا، وده نوع من الاقصاء لا نقبله باي شكل من الاشكال. ذكرنا اكثر من ان هذا التفسير هو من ارسله هيئه كبار العلماء، مش شريف طه اللي هو تخصص حديث. لا، ده احنا قلنا يا جماعه يا تشيلوها يا تفسروها. قالوا لا ما ينفعش يتشال. قالوا خلاص فسروها. مين اللي فسرها؟ هيئه كبار العلماء. يا فضيله الازهر ابعت هيئه كبار العلماء اللي هي درست اصول ودرست القواعد الفقهيه بشكل واضح جدا، وارسلت هذا التفسير. ودي معلومه غايبه عن كثير من المشاهدين. هذه الماده ليست ماده حزب النور وليست ماده السلفيين. وبالاضافه ما انا جاي لحضرتك اهو، بالاضافه ان هي ماده ارسلها الازهر حصل عليها توافق مع سائر ممثلي الجمعيات التأسيسية، مع ممثلي الازهر، مع ممثلي لا دعني دعني اكمل. حصل عليها توافق. حصل عليها ليه؟ هو معناها ما كانش في حد متخوف منها، والانسحابات بعد ذلك كانت لاسباب سياسيه اخرى. ثالث حاجه حته اللي مش واضحه للعوام، مين قال ان الدستور يعني تفسيره من وظيفه العوام؟ هذا وظيفه الفقهاء الدستوريون الذين سيلجؤون بعد ذلك لاهل التخصص من هيئه كبار العلماء. لما ترجع عايزه ترجع عشان تعرف ده مش شريعه ولا لا، ترجع لهيئه كبار العلماء اللي هم اهل التخصص. زي ما هيئه كبار العلماء حكم كهنوتي صار حكم كهنوتي. لا اما نرجع مين لاهل التخصص فضيله الدكتور؟ عايز اعرف الامر ده حكم الشريعه فيه ارجع لمين؟ المحكمه. هو القاضي درس الشريعه عشان يعرف؟ طبعا دارس يدرس. طب دلوقتي قاضي اداري قدامي دلوقتي في قضيه، عايز يعرف الامر ده في الشريعه ام لا؟ ماشي. العجيب ان حزب النور واللي احنا اللي بينادي بمرجعيه الازهر ليس من باب الكهنوت، ليس من انه سلطه فوق السلطات، ولكن من باب اخذ رايه فيما يتعلق بامور الشريعه الاسلاميه، وده امر طبيعي جدا. اللي انا الخيارين دول يا نحطها ونفسرها يا نشيلها ونستريح.